هذا بقوة لمساندة فريقها محليا وقاريا داخل وخارج الميدان. هذا هو جمهور فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. فريق الرجاء اللي تعطل الجولة الماضية أمام فريق المغرب التطواني بهدف لا شيء، في تعطل الانطلاقة ديال المواجهة والكرة لفائدة فريق الرجاء. نتمنوا أنه نتابعوا إيقاع سريع ديال هذه المواجهة بواسطة اللاعب أسامة البليوي. تسديدة مرة جانبا، أول محاولة أول فرصة لفائدة فريق شباب المحمدية بواسطة ولا أصابت بدوي بجهة اليمنى، رفعت كرة فرصة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع مرة أخرى لنوف العزراوني. الحكم كان خطأ لنوف العزراوني اللي يعزز نوف العزراوني. تلعبت الكره دائريه، فرصه خروج ممتاز للحارس سفيان برحو اللي كيبعد الكره. المباريات الاخيره تعود المحاوله، محمد زريده رفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع وابعاد الكره. تمريره عند جمال حركاس، شنو غادي يعمل؟ رفع الكره، فرصه وحمزه داخل منطقه الجزاء. البحث على التسديد من طرف روجر او حمزه خابه، تسديده تدخل الدفاع، ضغط العالي من فريق الرجاء ومحاوله ابعاد نوف العزراوني. الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه رفعت كره ولكن بعيده. كان البحث على يسري بوزوق على مستوى الجهه اليسرى، ولكن الكره كانت طويله. بالسهل انه الدخول في الاجواء، وكذلك انه كنعرفوا الحماس ديال الجمهور والاتحاد المنسير التونسي. تعود الفرصه، الزرهولي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء وتدخل وابعاد الكره من طرف الدفاع بالمتواصل. تمريره عند حمزه خابه، فرصه للرجاء داخل منطقه الجزاء وابعاد الكره من توفيق الصافي داخل منطقه الجزاء. نحن التمريرات القصيره بلاعبين الفريق تواجهوا في 81 مباراه، فاز خلالها الزرهوني وكذلك من البدوي. فرصه تسديده مرة جانبا، تسديده من نوف العزراوني خارج مستطيل العمليات، تسديده قويه تمر جمال البدوي اللي يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه لفائده فريق الرجاء ولكن ما تمكنش نوف العزراوني، وضع الكره امامه. كان تدخل ممتاز لمروان الفلاح والكره خارج ارضيه الملعب. الحكم وطني يقود فريقه السابق فريق شباب المحمديه. خطا لفائده فريق شباب المحمديه، كان تدخل امام محتفظ بالكره. نوف العزراوني كيبحث على نووي، مرر تمريره ممتازه ديال فريق الرجاء، سجل جوج الاهداف رفقه فريق الرجاء. في الوقت هناك اصابه ديال نوف العزراوني. الحلول فيما البحث عن الامكانيات والمرتدات. فرصه تسديده ولكن بعيده، وليد الصبار تسديده مشات فوق المرمى. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء امامنا وليد الصبار. على مستوى التمريرات بالنسبه للاعبين فريق الرجاء، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره من طرف زريده. انطلاقه ديال نوف العزراوني، فرصه لفائده فريق الرجاء، الدخول داخل منطقه الجزاء، رفعت الكره، تدخل وابعاد الكره من طرف المدافع عبد الله غراف امامنا اللي كيبعد الكره للزاويه والزاويه الثانيه لفريق الرجاء. فريق شباب المحمديه مروان أزيلة، تمويل المحاوله دي، فرصه ربعه ديال اللاعبين، تدخل الحكم كيقول ربعه ديال اللاعبين، تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. مروان أزيلة كان امامه فرصه للرجاء، تدخل الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. ابعاد الكره مشات الحكم كيقول خارج ارضيه الملعب. غشت انتبهوا هذه المحاوله لفائده فريق الرجاء، دخول داخل منطقه الجزاء ممتازه. زريده فرصه ومره جانبا، فرصه الهدف تضيع من محمد زريده اللي كان بامكانه يوضع الكره في الشباك وتعبات كبطل النسخه السابقه. الوداد الرياضي البيضاوي حامل لقب الدوري المغربي، والجيش الملكي المحتل المركز الثالث في نفس البطوله بعد الوداد والرجاء. وتمنيت الجامعه الملكيه المغربيه بهذه المناسبه والعصبه الوطنيه التوفيق للانديه المغربيه للتنفيذ. لعبت الكره مباشره، تدخل وابعاد الكره للزاويه. اذا الزاويه لفائده فريق الرجاء هي لعبت الكره دائريه، خروج برحو في مناسبتين. سفيان برحو حارس سابق للكوكب المراكشي وللدفاع الحسني الجديدي. ملعب حمزه خابه ممتازه، زريده شو يعمل او محمود بن تيك حاول انه يمرر داخل منطقه الجزاء. في الوقت الحكم كان خطا لفائده فريق شباب الساعه 8:30 مساء. وغدا جوج المباريات اولمبيك خليفه الشباب السوالف الرياضي الاتحاد الرياضي التونسي امام المغرب التطواني يوم الثلاثاء المقبل. النهضه البركانيه الذي يستقبل فريق الوداد. نفذ خطا الحكم محمود بن تيك هو اللي كيسدد، كره كتضرب في الحائط، تعود مره اخرى لمحمود بن تيك ولكن السديده مشات بعيده خارج. صبار وليد الصبار رفع الكره داخل المنطقه، جا فرصه راسيه ما كانش بشكل جيد من محمد زريده. دائما الخطوره يسري بوزوق بالكعب اللي
الجهه اليمنى نوف العزراوي، تمريره يسري، تدخل الدفاع، تدخل كان ممتاز من عبد الله غراف اللي بعد الكره داوي روجر اولو. الرجاء اكثر دفاع وكذلك اكثر امتلاك للكره. تعود المحاوله نوف العزراوي، الحكم كيلعب ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. الضغط يولي ضربه جزاء، وهذا كان منتظر، اما نتابعوا هدف او نتابعوا ضربه جزاء. في الوقت الحكم كيطلب اللاعبين ديال فريق شباب محمد الصوره وسيتابعون اللقطه، كيطلبوا من الحكم سمير قزاز انه يمشي ويتابع الصوره. اذا سمير القزاز، اذا بعد متابعه الصوره ما كاينش هناك لمس وما كاينش هناك خطا، وبالتالي ما كاينش هناك ضربه جزاء. ديال محمود بن تايك ممتازه، والحكم كيعلن على لمسه يد على مشاري مستطيل العمليات. الوقت كانت المطالبه بان لمسه يد الصبار. فرصه للرجاء، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه مشات فوق المرمى، الراسيه ديال محمود بن تايك. في الوقت اللي الحكم كيقول هناك خطا. محمود بن تايك رفع الكره بالفعل العرضيه ليسري بوزوق، حاول يوضع الكره امام حمزه خابا، ولكن هناك تغطيه الدفاعيه وابعاد الكره للشرط، شرط فائده فريق الرجاء. نفذ بصف العزراوي، بدل مكان الجهه اليمنى للجهه اليسرى، رفع الكره، تدخل وابعاد الكره للزاويه. تعبت الكره طويله، فرصه لشباب محمديه، فرصه الحكم المساعد رفع الرايه. كانت محاوله بواسطه كمال القراع لمترابطه بين اللاعبين ديال فريق الرجاء في الوقت المطالبه بالخطا، والحكم يعلن على خطا لفائده فريق الرجاء. من جديد على مشارف مستطيل يسري بوزوق يلعب الكره، وتدخل الحارس، تدخل الحارس سفيان بن رحو في المكان المناسب، كيتمكن من تدخل والتقاط هذه الكرات. لعبت لاحظوا يوسف في الجهه اليسرى عند محمود بن تايك، رفع الكره والبحث عن حمزه خابا، ولكن الكره كانت اقرب للحارس سفيان بن رحو. لعبت بشكل فرصه حاول الدخول، تسديده نوف العزراوي في المكان المناسب يضع الكره بطريقه ممتازه. نوف العزراوي اللي عمل كان كبير يسدد، والكره في شباك الحارس سفيان بن رحو. الرجاء فقط انتظرت تقريبا 65 ديال الدقائق على بدايه الجوله الثانيه من اجل الوصول لمرمى الحارس سفيان بن رحو، وباي طريقه وباي تسديده وباي يحاول يرفع الكره، ترفع الكره والراسيه فوق المرمى. فرصه خطيره بواسطه اسامه البنيوي اللي تمكن انه يهرب من الرقبه اللي كانت مضروبه على اللاعب اسامه البنيوي. يسري بوزوق، فرصه الهدف، هدف يضيع كما نقولوا بغرابه من محمود بن تايك امام شباك فارغه. كان بامكان محمود بن تايك يضع الكره، لاحظوا حاول يدخل داخل منطقه الجزاء الحافظي، فرصه للرجاء وتدخل عبد الله غراف. كره كتوصل للحارس سفيان بن رحو بردي، لعبات الكره دائريه، فرصه تدخل الحارس سفيان بن رحو، الحافظي داخل منطقه الجزاء مضيقه اللي اعتبر الحكم بانها عاديه. فرصه خطيره اسامه تحت له ابرز محاوله في هذه الجوله الثانيه، ثمن المحاوله والكره